جرب الأذن في القطط. وقبل ما نبدأ الفيديو علشان يوصلك كل جديد اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. كلنا كمحب القطط عارفين إنها مخلوق جميل ومن أكثر الحيوانات مرافقة للإنسان، مش بس مرافقة بل والقرب منه والتمسح به. وطبعا عارفين إن صحة أليفك من صحة أسرتك، فلازم نعرف الأمراض اللي ممكن تضايق أليفنا وتضره وكيف يمكن أن تصيبه حتى نتجنبها وكيفية علاجها. هو إصابة تحدث داخل أذن قطتك عن طريق حشرة صغيرة لا تراها بالعين المجردة إلا نادرا. هذه الحشرة تقوم بالتغذية على شمع الأذن في القطط وكذلك على الإفرازات التي تفرزها أذان القطط. جرب الأذن في القطط من الأمراض شديدة العدوى، وتحدث العدوى عن طريق الاحتكاك المباشر بين القط المصاب والقط السليم. يصيب كل أنواع القطط في كل الأعمار، لكنه أكثر شيوعا في القطط الصغيرة في العمر والقطط التي تخرج خارج المنزل. يتسبب وجود الحشرة داخل أذن القط في التهييج والالتهاب الشديد للأذن، ويمكنها أن تصيب قناة الأذن الداخلية والخارجية وتؤدي إلى عدوى بكتيرية في الجلد والأذن كمضاعفات لوجودها إذا تركت بدون علاج. كيف أكتشف إصابة القط بجرب الأذن؟ الإصابة بمرض جرب الأذن في القطط عادة ما يتميز بوجود الإفرازات داكنة اللون، ومع زياداتها تؤدي إلى سد قناة الأذن بشكل كامل بمادة لها لون بني غامق تشبه البن. القطة السليمة لا تفرز أذنها إفرازات شمعية كثيرة. عندما تصاب أذن القطط بهذه الحشرة تبدأ بالشعور بالحكة الشديدة في الأذن. تقوم القطة بهز رأسها بشدة مرات عديدة خلال اليوم. سقوط الشعر من أسفل منطقة الأذن والالتهاب في الجلد في تلك المنطقة. إفرازات شمعية سوداء أو بنية داخل الأذن. رائحة سيئة قوية. التهاب شديد للأذن. حدوث جروح كبيرة في الجلد وارتفاع في درجة الحرارة. فقدان الاتزان عند القط مع تطور المرض. عند ظهور هذه المؤشرات يجب مراجعة الطبيب البيطري. يجب عدم الاستهانة بمرض جرب الأذن، حيث أنه مع تقدم المرض والتأخر في العلاج تحدث بعض المضاعفات منها الهرش الشديد يسبب جروح داخل الأذن. استشارة الطبيب البيطري ليست رفاهية بل هي أساسية. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وكومنت وشير لحد يهمه الأمر.